الجحود ونكران الجميل صفة وطبع في النفس البشرية، باستثناء بعض النفوس السوية اللي بتعترف بفضل غيرها وبتنسب الفضل لأهله. فأنت لما تعمل خير أو جميل مع حد وينكره، لا تزعل ولا تستغرب، ده بيعملوا كده مع ربنا ومش عايزهم يعملوا كده معاك. ربنا بيقول: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، يعني يعوز حاجة من ربنا: يا رب اشفيني، يا رب نجحت، أخلف يا رب. ولما ربنا يعمل له اللي هو عايزه يعمل ايه بقى؟ مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أنا خلاص أخدت اللي أنا عايزه، فحلو كده، فلما احتاج ولا اتعب تاني ابقى افتكر ان في ربنا. وطبعا ده سوء ادب كبير جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. فهمت ازاي؟